التاريخية بتقول إن الكعبة اللي بيتجه ليها أنظار المسلمين 5 مرات في اليوم كان لونها فعلا أحمر وأصفر وأخضر وأبيض وزيتي، وده حصل في كذا عصر من العصور الإسلامية. تعالوا كده نحكي مع بعض النهاردة مراحل تغيير ألوان الكعبة. الكعبة اتغير لونها كذا مرة في التاريخ الإسلامي من ساعة ما الإسلام حكم، وما استقرتش الكعبة على اللون الأسود إلا في نهاية الحكم الخليفة الناصر العباسي. سيدنا إبراهيم غطى الكعبة باللون البني، وده كان من جلد الماعز، وده اللي كان موجود في الوقت ده. لكن سيدنا محمد غطى الكعبة بثياب من اليمن كان لونها مخطط أحمر وأبيض. لكن سيدنا إبراهيم وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان عليهم السلام كان ليهم رأي تاني، وغيروا كسوة الكعبة وخلوها لونها أبيض. لكن في سنة 64 هجرية غيرها الزبير لما حكم، وخلى ألوان الكعبة بقت لونها أحمر. حكم الدولة العباسية أول ما حكموا خلوا لونها أسمر، وبعد شوية من الحكم قرروا إن هم يرجعوا